غذائية أساسية، علاوة على تضاعف نسبة البطالة إلى حوالي 25% حسب منظمات مستقلة. هذا فيما رافق تلك الاحتجاجات الشبابية أعمال عنف وشغب أدت إلى إصابة العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن. النار لم تخمد بعد في هذه الإطارات المطاطية، وحركة السير تعود تدريجيا في هذا الحي وسط العاصمة الجزائرية. قبل ساعات كانت الحركة هنا متوقفة إلا أمام هؤلاء الشباب الذين بسطوا سيطرتهم على أهم المحاور الطرقية في العاصمة وأغلقوها بواسطة الأشجار والإطارات المطاطية المشتعلة. احتجاجاتهم زادت التهابا بعد وصول قوى الأمن التي حاولت تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. احنا الدولة ماناش خافين فيها، باسكو علاش؟ 10 سنين وحنا نسوفريو، زادوا جاو 10 سنين واحد اخرين ما بان والو. الحل تاعنا خلونا نروحوا للورو. شوف بعيد شباب احنا تاع الدرك يا الحبس يا الغربة وحدة فيهم. رقعة هذه الاحتجاجات على غلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة تسعت إلى شرق البلاد ولا سيما في مدن بجاية وبومرداس وعنابة. مصادر صحفية أكدت أن السلطات عمدت إلى وقف خدمة الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول تفاديا لانتشار موجة الاحتجاجات. وفي أعقاب هذه التطورات أعلنت وزارة التجارة الجزائرية في بيان أنها أسقطت العمل بالإجراءات الجديدة التي فرضتها على تجار الجملة والتي تسببت في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. يأتي هذا فيما انتقدت بعض الأحزاب السياسية تأخر الدولة في التعاطي مع هذه الاحتجاجات. تعليقا على هذا الموضوع معنا من مدينة تولوز أنور مالك الكاتب الصحفي الجزائري المقيم في فرنسا. سيد أنور، يبدو أن غليان الشباب يتزايد يوما بعد يوم، ما هي أبرز رسالة تقرأ في نبض الشارع الجزائري وإلى أين تتجه الأمور؟ في البداية صباحكم طيب. أولا وقبل كل شيء أن ما حدث في الجزائر حدث في العالم وحدث في المنطقة المغاربية على سبيل المثال تونس، وسوف يحدث في بلد أخرى، فلن يقتصر الأمر على الجزائر فقط. الأمر الثاني أن ما حدث هو نتيجة حتمية لتراكمات كثيرة أهمها هو الأزمة المالية العالمية، وقد ارتكبت الحكومة الجزائرية أخطاء جسيمة عندما راحت تزعم أن الجزائر ستكون في منأى عن هذه الأزمة، كما قال الوزير الأول أحمد يحيى، كما قال وزير المالية كريم جودي، كما قال محافظ البنك الكسافي وغيرهم. بل أن الوزير الأول قال أن الجزائر ربحت من الأزمة العالمية من خلال الودائع المالية في أمريكا التي تقدم 43 مليار دولار، وقدر الأرباح حينها في 4.5 مليار دولار. فالشعب لم يكن مهيئ نفسيا لتداعيات هذه الأزمة، وكان مخدرا بتطمينات الحكومة التي كانت تسعى عن طريق هذه الخطب وعن طريق الدعم لبعض المواد الاستهلاكية إلى تجنب آني للانفجار الاجتماعي. فهو خطأ فادح ارتكبته الحكومة، لأن الواقع أثبت أن هذه الحكومة منيت بالإخفاق في الاستمرار بهذا الخطاب الآني المرحلي فقط. طيب سيد أنور، ما دام يعني ربما تطرقت إلى تصريحات المسؤولين، يعني طبعا الدولة الجزائرية سجلت حضورها الكثيف في الشوارع ولكن يعني بقوات الأمن، ولكن غير مواجهة القوة بالقوة. أين هي الدولة الجزائرية ومن يمثلها في هذه الأزمة؟ صراحة سجل غياب كلي للدولة الجزائرية، فلم نسمع. فالمشكلة الأساسية هو أنه عدم وجود تواصل ما بين الشعب وما بين الحكومة. لا يوجد تواصل بالمرة، بل أصبح الشعب الجزائري يتلقى أخبار بلده من خلال الفضائيات الأجنبية، وهذا خطأ فادح، لأن الفضائيات الأجنبية لكل واحدة حساباتها الخاصة في هذا الموضوع. فالمشكلة هو الغياب الكلي، ويكفي دلالة على هذا الأمر أن الرئيس بوتفليقة هو غائب إلى حد هذه اللحظة. لو ضربنا سبيل المثال على ما حدث في تونس في اليوم الثالث أو الرابع طلع رئيس الجمهورية التونسي زين العابدين بن علي وألقى خطاب موجه للشعب. المشكلة الأساسية تكمن في أن الجزائر خلال هذه المرحلة لخص أمر تسييرها في شخص الرئيس، وهذا هو خطأ فادح، لذلك غيابه صار يشكل يعني تأثير بالغ على الأحداث في الجزائر. طيب نعم، يعني ما دمت ربما قد أشرت إلى الفضائيات التي تتحدث عن موضوع الجزائر، وبشكل أو بآخر الأجندات التي أشرت إليها، أن نحن نتحدث بما رأيناه بالصور بالإضافة إلى ما تحدثت عنه الصحافة الجزائرية هذا الصباح. الشوارع الجزائرية يتحكم فيها اللصوص، كيف تعلق على هذه النقطة؟
هذه حقيقة ولو عدنا إلى أحداث 2001 لوجدنا نفس الأمر، أن تلك الجرائم التي حدثت والفوضى التي حدثت وعمت البلاد قادها اللصوص والمجرمون المتخرجون من السجون. هذه حقيقة، لذلك نحمل المسؤولية للحكومة، نحمل المسؤولية للمعارضة، ويتحمل المسؤولية أيضا الشعب الجزائري الذي يعني أصبحت فيه أمراض خطيرة، منها الاتكال، منها عدم الشغل، منها أمور كثيرة لا يمكن الحديث عنها. أنا أريد أن يعني أغتنم الفرصة لأؤكد على أمر هام، أن التضخم يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار، والحكومة في الأرقام الرسمية أعطت لنا في خلال 2010 أن نسبة التضخم هي 4.2. لا يمكن مطلقا أن تكون نسبة التضخم 4.2 والأسعار ترتفع إلى أكثر من 70%. طيب في جوار هذه الأرقام لو سمحت لي فقط، في جوار هذه الأرقام وباختصار إلى أين تتجه الأمور؟ أنا أعتقد أن رقعة الاحتجاجات ستتسع، وأن الحكومة ستلجأ إلى حلول ترقيعية مثل الحل الذي سمعناه من الآن، حلول ترقيعية آلية. طيب. إذا الحل الحقيقي هو الرجوع إلى جذور المشكلة التي تضرب الجزائر. نعم، نشكرك أنور مالك، الكاتب الصحفي الجزائري المقيم في فرنسا، كنت معنا من مدينة تولوز.